السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل النهاردة شوية بامية جمل جدا. تابعوا الخطوات اللي انا بعملها. يلا بينا. طبعا انا جبت بصلة خرطتها خرط صغيرة. حطيت شوية زيت. طبعا البامية دي انا كنت مخزناها، جايباها يعني ومفرزاها في التلاجة في الفريزر. طبعا البصلة بس البصلة ما تحمر. جبت معلقة توم كده مهروس، دقها. والبامية بقى حطيتها تتشوح مع الزيت في البصلة والتومة، تاخد البامية في حتة تانية. وطبعا انا ضربت الطماطم عفوا، ما تاخذنيش على صوتي يا حبايبي عشان البرد ده مؤثر على الدنيا كلها. طبعا حطيت مكعب مرقة واسيبها شوية شلوحها في الزيت. احط الطماطم بقى. انا طبعا ضربها في خلاط ومصفيها كويس. طبعا نحط البهارات بتاعتها. حاطه طبعا فلفل اسمر، كمون، كزبره. طبعا حطيت مكعب مرقه وانا بشلوح. حطيت الملح، اقلبها كويس بقى ونغطي عليها. طبعا انا غسلت الرز اهوت، هعلق عليه، اولع البوتاجاز. هنحط شويه ملح فيه طبعا. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه يا حبايب قلبي عشان القناه بس تكبر بيكم والفيديو يترفع. نغطي الحله. تعدلي بقى. طبعا الباميه دي اقلبها كويس، هقلبها. الباميه كده استوت. هقفل بقى عليها كده، قفلت عليها البوتاجاز. طبعا انا بقدح له الرز بزيت، بقدح له. طبعا انا ماسكه التليفون بايديا وانا بصور والله. بقلب الرز. انا هحط التليفون عشان ما يقعش مني وأقلب. اهو ده الاكل بتاعنا حبايب قلبي، اتفضلوا معانا باميه
ورز. يا ريت تجربوها بالخطوات اللي انا عملتها، هتلاقوها جميلة جدا، وبالهنا والشفا. حبايب قلب، ربنا يخليكم يا رب. باي.